الله وكيلك جوالي. يا رجل اعطيني الجوال. جوالك ولا جوالي؟ بقول لك جوالي يا رجل. طيب جوالك افتح لنا اياه. تخرب. تصدق خسرنا سعرات حراريه؟ شو بدك هلا لح فترك وببلاش. تعال. مرحبا معلم. هذا انتم شو بتعمل هون قاعد؟ كانت معك الكاميرا الخفيه اللي احنا عندنا قناه على اليوتيوب، هي جوالك عزيزي. بحب نعمل لك اعلان احلى فطور حبايب عند بيت السلال وزيت. تعالوا نورجيكم. تعال احمد. يلا بقى ويا سيدي ما حدا بيقول عن زيتات وعكريم. طيب كيف اذا كانوا من فلسطين؟ يعني ولي ما حدا ضاربك على ايدك، دوق واحكم. هون قلت له لابو حميد لك حبيبي هذا مو شاي، حطها خلينا ناخذ فطوراتنا ونظبط امورنا وحياتنا. لا انا شفت فطور بس مثل هيك تشكيله اي والله ما شفت. واخترنا انه ناكل اشياء محشيه باطيب لبنه جرشيه، مثل ما بيقولوا لك يعني على الطريقه الشاميه الفلسطينيه. بلشوا الشباب يجهزوا لنا الفطورات من زيتون وكم شغله محشيات، ومثل ما بيقول لك المثل يعني فطار ولا تتعشى، ولعاب رياضه وتمشى. هذا الزيت من اراضيهم وشغل معاملهم. هون لبسنا وكفوفنا وراعينا ظروفنا. بلشنا بالزيتون الاسود المحشي لبنه جرشيه. اسم المحل بيت السلال وموجود بالرياض منطقة السليمانية. هون احمد قال لي يا حبيبي روح ودوس وخلينا نجرب المكدوس يلي مع الزيت الاصلي بيعدل النفوس. ويوم شاف الزيتون الخضرة محشية لبنة صفان، واللي دويني جبنة العكاوي، واللي بده ياخد شي كيلو قال هيك ناوي، واللي اعطيني زيتون كلامتا. قلت له لك اسمع مني وخذ الاخضر الفلسطيني، واقتنع معي وقال لي يلا دوقني واعطيني، واللي اعطيني الفليفل المحشية لبن جرشي. والله حسسني عم باكل محاشي. قلت له لك دبر حالك هذا فطور لذيذ على الماشي. وهيك بنكون خلصنا اعلاننا وريحنا ضميرنا. حبايب تيجوا تزوروا بيت السلال السليمانيه وتدوقوا لي الزيتات والفطورات الظريفه. احنا حطينا قسم من القسم الكبير اللي عنده. ببعت لك فيديو معلم. اهلا وسهلا شباب، نورتوا. بتعرف شيء؟ والله انهم شباب زي العسل. والله ما اسف. يا مرحبا.